استنى، ليه رجل بابا بيج منفصلة تماما عن سابه؟ وليه عنده رجل واحدة بس في المشهد ده؟ دول بس 2 من الأخطاء اللي لقيناها، ودي كلها في حلقة حفلة وداع مدام جازيل لما مستر رابط كان داخل الفصل ظهر ثقب في ودنه، وبعدها بكام مشهد حصل نفس الشيء مع الكوباية اللي في ايدين مستر رابط، وتاني لما مستر زبرة عدى من جنبها حصل نفس الشيء، وهنا بق مستر زبرة دخل جوه الحاوية دي، وفي المشهد ده دراع بيدرو بيطلع من بقه، وهنا بيدرو بيسمح لمدام جازيل تدخل قبله، وأول ما تدخل الفصل الكل بيصرخ مفاجأة، حتى بيدرو اللي كان لسه برا. الموضوع مش منطقي أوي صح؟ في حلقة جريسة الأطفال بص على مامي بيج هنا معاها شنطة في إيدها اليمين، لكن في اللقطة اللي بعدها على طول الشنطة اختفت، وبعد كام فريم الشنطة ظهرت تاني، بس المرة دي في إيدها الشمال. في المشهد ده بنشوف باب ورا التلفزيون، لكن في كل الحلقات التانية كان في حيطة بس ورا التلفزيون. وكمان في المشهد ده بيبا ما عندهاش ايدين، ده كمل بيجامة بس، وكمان داخل في البطانية. ولما بيبا وجورج نزلوا للصالون بنشوف مفتاح جنب الباب، بس المشكلة ان من شوية في مشاهد قبل كده المفتاح ما كانش موجود. نروح لحلقة كحت بيدرو، بص على فتحة البريد في الباب مفتوحة، لكن في الفريم اللي بعده على طول بتتقفل لوحدها. لما الدكتور براون بيفتح باب عربيته بيفتحه من غير ما يلمس يد الباب أصلا، ولما بيخش عربيته وشه بيختفي ورا باب العربية مع انه شفاف، بس في اللقطة اللي بعدها وشه بيظهر تاني. ولما يوصل المدرسة ركز كويس، وهو داخل الفصل واقف قدام الباب على طول، بس لما الكاميرا تزوم للخلف تلاقيه فجأة اتحرك بعيد عن الباب بطريقة سحرية، وكان في سبورة على شمال الكرة الأرضية لما الحلقة بدأت، بس دلوقتي اختفت. بس بعد كام فريم السبورة بتظهر تاني، لكن المرة دي الكرة الأرضية هي اللي اختفت، وبعد ما الدكتور براون بيدي بيدرو الدواء الكرة الأرضية بترجع تاني. وأخيرا لما أهالي الأطفال وصلوا الأمور بقت أغرب. في الأول إحنا شايفين بوضوح بابا بيج ومامي شيب ومدام رابت ومدام دوج ومدام بوني والأستاذ زيبرا، وهم بيوصلوا المدرسة كله تمام لحد دلوقتي. بس لما دخلوا الفصل مدام كانت ظهرت فجأة من العدم، واستنى كده الأستاذ بوني جه منين؟ من شوية كانت مدام بوني هي اللي سايقة بوضوح، وكمان مدام رابت ومدام دوج اختفوا فجأة كأنهم ما كانوش موجودين. في حديقة الديناصورات بتاعت جرامبي رابت بص على بيبا هنا، هي قاعدة جنب الشباك، بس لما المشهد بيتغير لجوه الأتوبيس هي قاعدة ناحية الممر، وفريدي هو اللي جنب الشباك. ولما الكل بينزل من الأتوبيس بنشوف جورج خارج وإيده فاضية، لكن في المشهد اللي بعده ماسك مستر ديناصور. في غابة الزهور البرية بص على بيني بولار بير، هي لابسة نظارتها السوداء العادية، بس الغلطة هنا لما بتلبس لبس الزهور لون نظارتها بيتغير للبرتقالي. في حلقة حفر الطريق في البداية خالص لما العيلة كانت هتركب العربية بص على رجلين مامي بيج هنا، رجليها عدت من الكاوتش كأنها مش موجودة. بعد شوية مشاهد عيلة الخنزير اتزنقت في الزحمة. دلوقتي ركز على ميس رابت، ودانها بتعدي من سقف العربية، ودانها حادة فعلا. وبص على دكتور هامستر هنا لابسه حزام الأمان، لكن بعد كام لقطة الحزام اختفى قدام عينينا. وفي المشهد ده بص على عدد الأقماع حوالين الماسورة المكسورة، عددهم 5، لكن أول ما مستر راينو يبدأ يحفر بنلاقي بس قمعين ظاهرين. في حلقة سلحفاة الدكتورة هامستر في البداية خالص لو بصينا ورا الدكتورة هامستر هنلاقي كرتونة مفتوحة وجواها قش، وبعد كام مشهد بنشوف الكرتونة تاني لكن المرة دي مقفولة. وكمان بص على بيبا وسوزي هنا قاعدين جنب بعض، لكن لما المشهد يقرب بيبا قاعدة قدام سوزي، وكمان كاندي كات قاعدة قدام فريدي فوكس، لكن بعد ثانيتين بس فريدي بقى قاعد قدام كاندي. ولما بيدرو دخل بيبا فجأة ظهرت بين كاندي وفريدي. لما الدكتورة هامستر بتوري العيال السلحفة بتاعتها بنشوف دولاب وراها، لكن بعد كام لقطة بس الدولاب بيختفي. وأخيراً لما السلحفة اتزنقت فوق الشجرة الدكتورة هامستر كلمت محطة المطافي. لما عربية المطافي كانت رايحة لمكان الإنقاذ شفنا كاندي كات قاعدة جوه عربية، بس المشكلة إننا لسه شايفينها من شوية مع باقي العيال. في حلقة كمبيوتر الجد بيج بيبا وجورج راحوا بيت الجد عشان يصلحوا ساعتهم. لما بيبا أدت الجد الساعة المكسورة عقارب الساعة الاتنين كانوا نازلين لتحت، بس لما الجد بيج دخل الورشة بتاعته عقارب الساعة غيرت مكانها، ولما دخل جوه الورشة تاني العقارب رجعت لمكانها الأصلي. وكمان المفتاح اللي بيلفوا بيه الساعة ما كانش موجود قبل كده، ظهر فجأة من غير سبب. وفي المشهد ده ايد الجد بيج عدت من خلال الكتاب. وهنا لو بصينا ورا الساعة على طول هنلاحظ سلة أدوات، بس بعد شوية السلة اختفت فجأة، ولما الجد بيج صلح الساعة السلة ظهرت تاني. وكمان ركز على البرطمان اللي مليان مسامير وزجاجة البخاخ، لأنه لما المشهد يقرب على بيبا وجورج
الاتنين دول بيختفوا. ودلوقتي يلا بينا نروح لحلقة مخبأ الوسائد. اليوم ده كان يوم شتاء برد، وبيبا وجورج وبابا بيج كانوا بيبنوا مخبأ. ولما بابا بيج دخل اوضته عشان يجيب شوية حاجات، ركز كويس، هو ماسك مخدة في كل ايد من ايديه. امال ازاي رافع الملايات؟ الملايات ماسكة فيه من غير اي دعم. وكمان بعدين في الحلقة لما مامي بيج بصت على اوضتها كان في كركبة في كل حتة والدولاب مفتوح. بس لما بابا بيج خرج من الأوضة ما فتحش الدولاب ولا عمل اي كركبة. هو حرامي دخل ولا ايه؟ واخيرا بص على الكشاف البينك ده هنا. الكشاف ده فيه زرار اصفر، لكن في الاخر لما بنشوف نفس الكشاف البينك الزرار بتاعه بقى ازرق. في حلقه الريكوردرز في الاول خالص بنشوف ان في 9 ريكوردرات في العلبه، بس بعد كام لقطه لما مدام جازيل بتقول للاطفال ياخدوا الريكوردرات بنلاقيهم بقوا 7 بس. وبعد شويه مشاهد بنشوف كل طفل ماسك ريكوردر في ايده. ازاي ده حصل؟ في هنا 12 طفل بس الريكوردرات كانوا 7 بس. لما المدرسه بتخلص بنشوف بابا بيج وماما بيج جايين بالعربية، بس لما بيوصلوا البيت ماما بيج بس اللي في العربية وبابا بيج جوا البيت بيشرب شاي. حلقة الفراولة مليانة أخطاء صغيرة. أول ما بنشوف مزرعة الفراولة بتاعت الأنسة رابت في وردة جنبها عند الباب، بس أول ما الكاميرا تقرب الوردة اختفت. وبعدين لما الآنسة رابت بتدي جولة في المزرعة بيظهروا سلال كتير فجأة ما كانوش موجودين لما شفنا نفس المكان من شوية. وفي الآخر لما بيبا كانت بتستعرض عدد الفراولة اللي جمعتها، واحدة من الفراولة اللي في سلة جورج اتنقلت مكانها فجأة بين اللقطات. الحلقة اللي فيها كيلي كانجارو فيها مشكلة في الأحذية. أول ما شفنا ريبيكا كانت لابسة جزمة بوت، لكن بعد كام لقطة بقت لابسة جزمتها العادية. وداني كمان في اللحظة دي كان لابس جزمته العادية. بس بعدين المطر بدأ ينزل جامد والأولاد جريوا على البيت، وفجأة داني وريبيكا الاثنين بقوا لابسين جزمة بوت تاني، ولا واحد فيهم كان عنده وقت يغير. يبدو إنه المطر حول جزم الكل لبوت ببلاش. في حلقة الأرقام بيبا وسوزي وزوي كانوا عاملين مسابقة نط الحبل، ولما خلصوا لو بصيت على ريبيكا هتلاقي دراعها الشمال كله اختفى. حبل النط كان عايم في الهوا كده من غير ما حد يمسكه، لكن بعد كام لقطة دراعها بيرجع يظهر قدام عينينا كأن مفيش حاجة حصلت. وفي مشهد الفصل لو بصيت ورا مدام جازيد هتلاقي فازة ورد محطوطة فوق الدولاب، لكن لما الكاميرا تقرب عليها الفازة اختفت خالص واتبدلت بعربية لعبة. حلقة كبسولة الزمن فيها حاجات كتير بتحصل لما سوزي حطت اسطوانة موسيقى في كبسولة، ودن من ودنها اتفصلت عن راسها. وبعدين لما بدرو رفع عملة معدنية ودنه كانت باينة أكتر مدخولة في راسه عن التانية، ودي بقى غلطة أكبر. لما الأهالي جم ياخدوا العيال كان في 7 أهالي و8 عيال، بس لما الكل قعد يتفرج على شريط الفيديو العدد بقى 3 أهالي و6 عيال. في ناس كتير اختفوا بين المشاهد. وأخيرا لو بصيت تحت التلفزيون هتلاقي شريط فيديو واضح جوه الجهاز، بس بعد كام لقطة الشريط اختفى. دلوقتي تعالوا نتكلم عن حلقة بابا بيخس عشان فيها حاجات جامدة. لما بيبا وجورج ومامي بيج كانوا بيتفرجوا على مستر بوتيتو في التلفزيون هو ما كانش لابس قبعة، بس أول ما بابا بيج دخل الأوضة مستر بوتيتو فجأة بقى لابس قبعة. وبعدين ركز على الريموت اللي على الكنبة، لأن لما مامي بيج جابت عجلة التمارين الريموت اختفى تماما. حلقة مستر بول المدرس بتبدأ بغلطة فعلا صعب تتفسر. في البداية على طول الأهالي بيسيبوا ولادهم في المدرسة. لو بصيت على عربية مامي شيب هتلاقي بيدرو وسوزي قاعدين في الكرسي ورا بينزلوا ويدخلوا الفصل، لكن بعدين داني ماندي ماوس وكاندي كات كمان بينزلوا من نفس العربية بالظبط. 5 أطفال نزلوا من عربية واحدة اللي كان فيها طفلين بس من شوية. وجوه الفصل بنشوف إيميلي إليفنت قاعدة مع باقي الأطفال، بس من شوية بس شفنا إدموند بس هو اللي نزل من عربية مامي إليفنت. فإزاي ظهرت إيميلي؟ بعدين نيجي للطباشير. في لحظة معينة بنشوف بوضوح الطباشير الوردي والبيج والأخضر على الحافة، لكن لما الكاميرا تقرب من مدام جازيل وترجع تاني الطباشير الأخضر والبيج بدلوا أماكنهم. وبعدين بعد ما مدام جازيل استقبلت مكالمتها الطباشير الأخضر اتحرك لوحده بشكل مائل، محدش لمسه، هو بس اتحرك لوحده على الحافة. ولما مستر جان بول ماسك الفصل كان في 3 طباشير وراه، لكن بعد ما الأطفال سلموا عليه ظهر طباشير رابع لونه أزرق من غير سبب. في حلقة الآيس كريم لما جدو بيج صب الفراولة من الطبق في الإبريق كانت الفراولة سليمة تماما، مفيش تقطيع مفيش شرائح، بس فراولة كاملة. لكن أول ما بتنزل في الإبريق بتكون متقطعة فجأة. وبعدين بص على اللبن في الإبريق لونه أبيض واضح، لكن لما جدة بيج تبدأ تصب المكونات في كيس الفريزر اللبن بيطلع لونه وردي. وبعدين يجي أحسن خطأ في الحلقة لما بيبا بتقدم آيس كريم لأصحابها، سوزي طلبت توت العليق وماندي طلبت توت أزرق. ممكن آخذ توت العليق؟ ممكن آخذ توت أزرق من فضلك؟ طلب بسيط جدا، لكن لما بيبا فعلا قدمت لهم سوزي أخذت نعناع،
ماندي أخذت فراولة، والتوت الأزرق بطريقة ما راح للزول اللي أصلا ما طلبتهوش. بيبا قدرت تغلط في كل طلب. في حلقة المفاتيح الضايعة لما مامي بيك حطت السلة في شنطة العربية تقدر تشوف بوضوح زجاجة فاضية وحصيرة في السلة، لكن لما راحت تقفل شنطة العربية الاثنين اختفوا تماما. وبعدين في مشهد البلاعة، لما ميس رابت رمت حجر في البلاعة عشان تشوف هي عميقة قد ايه تقدر تسمع صوت الطرطشة بوضوح 6. يعني فيه 100 في القاع. بس لما خطاف الرافعة نزل في نفس البلاعة القاع كان ناشف تماما، مفيش نقطة مية واحدة في أي حتة. وصدقونا فيه أخطاء أكتر بكتير من اللي شفتوه. كملوا مشاهدة لأننا لسه في البداية.